من منا لا يرغب في أن يكون جميلا في عيون كل من حوله، في عيون كل الناس؟ نحن نتجمل يوميا من الخارج لنبرز ما أنعم الله به علينا من جمال الشكل، من جمال المظهر، من الخير، ولكن علينا أيضا ألا ننسى أن نجمل أنفسنا من الداخل. فما أجمل أن تكون ظلا يتفيأه الناس برحمة الله، أن تكون شمسا تضيء قلوب الآخرين بعظيم الإحسان، أن تكون ريا لقلب حائر ظمآن، أن يلجأ إليك القلب المكلوم فيجد منك الجبر والتثبيت والسلوى، أن يقصدك الناس من فيض لينك ورحابتك. وما أجمل أن تحتسب في كل هذا أن تكون من المحسنين الذين يحبهم الله. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا، وجمل نفوسنا بالمحبة والتواضع والرحمة والإحسان.